الفنان أحمد سعد طلع قال تصريح قلب السوشيال ميديا على برنامج ذا فويس اللي كان بيتذاع على قناة MBC مصر، وكان هو واحد من لجنة التحكيم في الموسم السادس. قال ايه بقى؟ قال ان برنامج المواهب مش بيعتمد بس على الصوت، وان في حاجات تانية بتدخل في الاختيار زي الشكل والكاريزما وطريقة الظهور قدام الكاميرا وحاجات تانية. طب ما هو ذا فويس ده شعاره الصوت وبس. الكلام ده خلى الناس تسأل، هو فعلا البرنامج ده عادل وبيكشف مواهب بجد ولا في كواليس محدش يعرفها؟ يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف ايه اللي حصل. يا مساء الأنوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك الجميل اللي بيرفع الفيديو، واللي لسه ما اشتركش ينزل بسرعة ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويدوس على علامة الكل عشان يوصل له كل الفيديوهات اللي بنزلها. واللي مش عايز يشترك براحته مفيش مشكلة، فايته كتير. أحمد سعد في لقاء أخير له اتكلم عن برامج المواهب وبالأخص ذا فويس، وقال كلام جريء جدا خلاه يتصدر الترند. وعلى طول بعد إعلان الفائز بلقب برنامج ذا فويس للموسم السادس، خرج أحمد سعد ووصف الأمر بأنه يشعر بالخداع بعد فوز المتسابقة السورية جودي شاهين من فريق الفنانة العراقية رحمة رياض. وقال كمان أنه تعرض للخداع، وأنه طبعا يكن كل الاحترام لكافة القائمين على البرنامج والمشاركين فيه، ووضح إلى أن الأمر لا يتعلق بالمكسب أو الخسارة في الوقت ذاته، ولكن هناك بعض الاختيارات الخاطئة اللي وقع فيها خلال حلقات البرنامج ولم يكن يتمنى الوصول لذلك. وقال كمان أنا بتكلم عن نفسي، لأن البعض هيظن أن أنا برد موقف بناء على نتيجة الفوز أو الخسارة، لكن الحقيقة أن الأمر يتعلق بالأخطاء اللي ارتكبتها بحق نفسي وبحق جمهوري. على سبيل المثال أحمد عوادي، لأن تعرضت للإساءة من الجمهور اليمني لأكتر من شهر، ومع كل الحب والتقدير لهذا الجمهور أعترف بأنني أخطأت في عدة اختيارات ولم يكن ينبغي علي القيام بذلك. يعني أنت يا فنان جاي دلوقتي وتحس بتأنيب الضمير؟ طب كنت فين من زمان؟ وهوبا الفنان أحمد سعد دلوقتي قال لازم أصارح جمهوري لأني تعرضت للخداع، وإن جميع الاختيارات لم تكن بإرادته الكاملة. هوبا، ليه هم شربوك حاجة أصفرة ولا إيه؟ ورفض إنه يوضح أكتر من كده ويكشف عن باقي التفاصيل، وقال بس أنا حبيت أوضح لجمهوري إن تعرضت للخديعة، وإن في أمور وظروف لا يمكن التحدث عنها أو كشفها لأنها تتعلق بالعمل وأصوله. انتم خليتوا فيها أصول. المهم هنا بقى ضميره صحي آخر حاجة، وقال لو عاد بيا الزمن كنت سأختار بحسب شخصيتي. طب إيه اللي كان منعك؟ ما عملتش كده ليه؟ حاجات غريبة أقسم بالله. وقال كمان خلاص اللي حصل حصل بالفعل، وكان من الأفضل ألا أشارك في هذه التجربة أصلا. طب ليه كده يا أبو حميد؟ قالك لأن طريقة البرنامج لم تكن مناسبة ليا وأعتذر لجمهوري. مش بس كده، ده رفض كمان التعليق على فوز جودي شاهين اللي احتفلت بيها الفنانة رحمة رياض لأنها طبعا من فريقها وكله بيصب في المصلحة، بينما ودع ناصف زيتون البرنامج من خلال طبعا انه اتكلم عن اللحظات المميزة اللي عاشها على مدار الحلقات مع فريقه، وكمان منساش انه يهنئ جودي شاهين بفوزها بذا فويس الموسم السادس. وفي نفس الوقت برضو تسبب حذف أحمد سعد لمنشور له على حسابه الشخصي قبل إعلان النتيجة اللي ظهر فيه مهند الباشا، وهو المتسابق اللي كان مع فريق أحمد سعد، وكانوا هما الاتنين يعني كلهم ثقة كده إنهم خلاص هما اللي هيفوزوا. والكلام ده كان خلال تدريب أحمد سعد له، ولكن بعد ساعات قليلة حذف الفنان أحمد سعد المنشور ده، وهو ما أثار مزيد من التساؤلات حوالين الأمر، ليخرج في النهاية عن صمته ويوضح أنه تعرض للخداع دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. ما هي برضو ممكن تكون أنانية منك يا فنان، وإن كنت فاكر إن المتسابق اللي معاك هو التوب وبس، وإن هو اللي هيفوز. ثقة أوفر يعني، والصدمة هي اللي خلتك تقول التصريحات دي كلها. ممكن، ليه لأ؟ المهم بعد الجدل ده كله وتصريحات أحمد سعد، خرج بسام البريكان مدير عام الإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي في مجموعة MBC
إن برنامج ذا فويس برنامج ترفيهي تنافسي يخضع لقواعد واضحة، ودائما تحسم نتائجه بتصويت الجمهور، وبيتم بثها على الشاشة. وأضاف بسام في تسجيل صوتي نشره برنامج AT بالعربي على صفحته الرسمية انستجرام تعليقا على الجدل الذي أثاره المطرب أحمد سعد حول تجربته في لجنة تحكيم ذا فويس الموسم السادس، وقال: أفهم بحكم المنافسة الفنية، أعتقد إنه من الطبيعي جدا نشوف ردات فعل عاطفية متباينة عند البعض المدربين عند ظهور النتائج. هذا مفهوم في سياق التنافس، لكنه لا يغير من آلية النتائج أو مسار البرنامج. بوم، رد مفحم بصراحة. وهنا برضو كان للجمهور رأي بعد التصريحات دي كلها. فيديوهات قديمة لمشتركين اتظلموا رجعت تتداول ما بينهم تاني، وناس بدأت تتكلم عن مشتركين كانوا أصواتهم جميلة وقوية وخرجوا بدري وما كملوش، وناس تانية دفعت عن البرنامج وقالت ان ده طبيعي في اي شو تلفزيوني. واللي عايزة اقوله انا بقى ان احمد سعد فعلا فتح باب جدل كبير عن مصداقية برامج المواهب، والسؤال اللي بقى ترند: هل فعلا الصوت مش هو كل حاجة في ذا فويس؟ طيب انتم بقى شايفين احمد سعد قال الحقيقة ولا بيبالغ، ولا في كواليس تانية احنا مش عارفينها؟ انزلوا قولوا لي رأيكم بكل صراحة في الكومنتات. وخلاص خلص الترند بتاعنا النهاردة، ويلا بينا على فزورة الفيديو. والفزورة بتقول: ايه اللي لما تشوفه يكبر ولما تلمسه يختفي؟ يلا بسرعة انزلوا جاوبوا في الكومنتات، وخلي اولادكم واصحابكم وجيرانكم يشاركوا، وما تنسوش اللايك اللي بيرفع الفيديو، والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ودوس على علامة الكل وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. باي باي.